قناة أبو رنين على اليوتيوب تقدم لكم هذه المادة. نعم إن أول غيث ندى سأروي به قاحلات المدى. نعم إن أول غيث ندى سأروي به قاحلات المدى. أجعل منه سيول الشتاء وأجعل منه سيول الشتاء ليغرق فيها حصون العدا. نعم إن أول غيث ندى سأروي به قاحلات المدى. نعم إن أول غيث ندى سأروي به قاحلات المدى. أجعل منه سيول الشتاء وأجعل منه سيول الشتاء ليغرق فيها حصون العدا. نعم إن أول غيث ندى سأروي به قاحلات المدى. نعم إن أول غيث ندى سأروي به قاحلات المدى. أجعل منه سيول الشتاء وأجعل منه سيول الشتاء ليغرق فيها حصون العدا. كابتن ايوه يا باشا، معاك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سامعني؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شغال توكل على الله. تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه. تمام. حياكم الله جميعا. حيا الله الغالي ابو رنيم. انا عارف انك انت تعبان، ربنا يا رب يجعل عملك في ميزان حسناتك. وحيا الله طبعا الاستاذ ايهاب حبيب قلبي، وحيا الله الحاجه فاطمه صالح، يعني امنا واخت غاليه، ويعني ربنا يا رب يجعل دايما صوتك في الحق عالي. ربنا يجعل صوتك في الحق عالي يا حاجه فاطمه. ربنا يا رب يبارك لك يا رب، وحيا الله الاخوه جميعا. دلوقتي في نقطه مهمه يا جماعه عاوزين نتكلم فيها. ابو الفساد طايح في كل الناس، عمال يتكلم في حق ده وفي حق دي، وعمال مش مخلي حد الا وبيتكلم عليه. طب انت بتستفاد ايه يا ابو الفساد لما تجيب في سيره الناس؟ انا واحد من الناس. ايهاب ده حبيب قلبي، ايهاب ده حبيب قلبي، واللي يمس ايهاب بميه امسه بنار جهنم. يعني الصداقه اللي بيني وبينه مش مجرد صداقه عاديه. ده اخويا الذي لم تلده امي. مرات اخويا اختي الدكتوره مريم غبور. انت عمال تخبط في الدنيا كلها. احنا كنا دخلنا عندك في بث، والبث ده كان بمناسبه جوزيف حنا لما دخل اتكلم. كان في اخت مسيحيه اسلمت، دخلت بتكلمه على ان هو بيقول ان هو مسيحي واسلم، خد كلامها بعته لجوزها. الاستاذ ايهاب اتضايق، الدكتوره مريم غبور اتضايقت. جبناه وقعدنا نتكلم معاه. في صديق لينا اسمه شادي بيجو، او شادي بيجو او ميجو، اتكلم معاه صوت ومسكناه بهدلناه. وجه ايهاب كلمني قال لي عايزين نعمل بث في قناه صديق لينا اسمه ابو عماد العربي.
قلت له بمناسبه، قال لي جوزيف حنا. قلت له طالما على جوزيف حنا انا هدخل عشان نحذر الناس منه. دخلنا البث واتكلمنا، وايهاب اتكلم ووضح، والدكتوره مريم اتكلمت ووضحت، اخونا محمد بسيوني طلع برضه اتكلم ووضح، اخونا الشيخ سعود برضه كان موجود واتكلم، اخونا الشيخ سعيد الجمال واتكلم، وانا كمان اتكلمت وقلت ان جوزيف حنا ده اكيد من اسلوبه شخص مسلم وبيدخل علشان يلم تبرعات. انا اتكلمت في البث وقلت هذا الكلام، وكان البث كله عباره عن تحذير من شخصيه جوزيف حنا. انت جيت حذفت البث يا ابو الخبث يا ابو الخبائث يا نصاب، وقلت ان اسامه المغربي هو جوزيف حنا. طب البث انا جبته، البث انا جبته، واخد بالك، و12 في المجموعه اللي بتنشر افعالك وفضايحك. البث 12 وهيتنشر تاني، كويس. وجيت حذفت البث وجيت قلت كانك ملاك من جنه ربنا نازل ماشي على الارض، بتقول البث انا مش فاكر كان بيتكلم عن ايه، واتحذف. لا، البث انا جبته يا حبيب قلبي، وهفضحك برضه، هفضحك برضه، هفضحك. وفي مفاجاه ليك حلوه يا ابو الفساد هقول لك عليها في اخر البث. في مفاجاه ليك هنقولها في اخر البث. بصوا يا جماعه، ابو رنيم من فضلك نزل اول تسجيل. الشخص ده طبعا ايه، في البدايه ما كنتش اعرفه، فجه ايهاب فتحي قال لي ده انا داخلين النهارده، كنا مش عارف بنتكلم عن ايه بالظبط، مش فاكر الموضوع لان البث ده انا مسحته، حذفته من القناه بتاعتي بعد ما عرفت الوضع بتاعه. قال لي انا هدخل انا ومعايا الكابتن اسامه. مين الكابتن اسامه؟ تمام. بيقول لك انا حذفت البث. ممكن بعد اذنك يا ابو رنيم تشغل البث رقم 2، البث رقم 2. من عماد ابن ابو عماد. يا ابو عماد انا ابنك عماد اتنصر. ايه اللي هيحصل؟ يا جماعه ده أعوذ البث، بالله. ده على البث سبيل اللي المثال اتعمل عنده مثلا اللي هو حذف ابنك انت. هيحصل كوارث في المجتمع، هيروح ابو عماد يمسك في القسيس ويمسك في ايوه لو ما مسك والكنيسه زي ما حصل في 2011. طيب معلش، وهو لو العكس بيحصل ايه يا جماعه؟ ما لو راحوا لاي حد قالوا له ابنك اسلم، نفس القصه. لا بتبقى مصيبه برضه. الموقف بيختلف، خلينا واقعيين وصراحه. الموقف لا مش بيختلف، لا ازاي بيختلف؟ ازاي بيختلف حضرتك؟ برضه بيعملوا مشاكل لدرجه توصل لقتل الشخص نفسه اللي قتل. ما بيعملوا مشاكل قانونيه. بيعملوا مشاكل ايه؟ بيعملوا قانونية مشاكل يا قانونيه. حاج في لا ما بيعملوش مشاكل قانونيه خالص. بيحصل بلطجه من البحر. بيعملوا مشاكل بلطجه لكن قانونيه لا. لكن بيعملوا مشاكل بتبقى بتتم بنظام يا العيلة. سعود انا كان معايا واحد مدرس في المدرسه قاتلين اخته لما اسلمت، هو واخواتها. ايوه دول كتير ومعروفين يعني. قتلوها لانهم عرفوا يتمكنوا منها، عرفوا يمسكوها، انما لو ما عرفوش يمسكوها. والله بص يا عم، هقول لحضرتك النهارده بيبقى في بتبقى واقفه على شيء واحد بس. طالما البني ادم مسك البطاقه بتاعته كمسلم خلاص، يبقى الدوله هنا هو مواطن مسلم في الدوله ليه حق الحمايه. انما بيبقى في فترات، بيبقى في فترات معينه لما تيجي مثلا لو بيبقى في فتره حرجه بس مش اكتر، اللي هو بيبقى محتاج فيها الرعايه والحمايه واللي بيوصل لايد مسلمين امناء وشرفاء بينجو، واللي بيوصل في ايد مسلمين اي كلام بيروح. خلينا واقعيين يعني، ما هو زي ما مش كل المسلمين 100 يعني او على الصراط المستقيم او اهدافهم. المهم يا عم سعود، لو في تواصل مع الشيخ وسام، عشان انا مش بدخل القناه عنده من فتره طويله، بالله عليكم ابوهم الولد ده برضه، لان بيحاول يقول ان انا اعرف الشيخ وما اعرفش الشيخ، وبجيب له بيحاول يلاقي حجه ان هو واحنا عارفين الكلام ده اونطه لو الشيخ طرده واعلن كده. من اول ما دخل من اول يوم واضح تماما الفكره لا تخلو من اثنين، يا بروباجندا اسلاميه يا بروباجندا مسيحيه.
لا مش بتكلم على جوزيف، بتكلم على الواد اللي قبله. اللي قبله انا ما اعرفوش بصراحه، يعني عشان اكون صريح معاك. طب استاذ سعود ليه تعليق ممكن؟ اتفضل حضرتك، اتفضل. انا هقول لحضرتك احتمال، يعني والاحتمال ده اكيد بنسبة 100%. هو مش موضوع بروباجندا اسلامية ولا بروباجندا مسيحية. الموضوع ان اللي بيتكلم اللي اسمه جوزيف ده شخص مسلم وداخل بغرض انه يستعطف المسلمين، انا مسيحي واسلمت، ويبدأ يلم تبرعات وفلوس على حس ان هو اسلم وان هو ترك المسيحية وي والكلام ده كله. ده الاحتمال الاكيد اللي انا شايفه قدام عيني، بدليل ان هو خايف يطلع يتكلم، بيهاجم الاستاذ ايهاب، بيهاجم الولد داخل الدكتور عارف مريم. هو بيعمل ايه وعارف بالظبط، يستهدف ايه. وكلامه واضح ان هو مسلم بنسبة 100%، واحنا ما نقبلش هذا الوضع. استاذ اسامه، انا هديك اتفضل. تعزيز لكلامك. انا في فتره من الفترات راسلني شخص على الفيسبوك خلاص وقف كده يا ابو تمام ابراهيم، كده خلاص من وقف كده يا حوالي ابراهيم. تمام كده يا جماعة. البث ده اللي اتعمل في قناة ابو الفساد العربي، لو في صوت صلوا على رسول الله واكتبوا لي واحد اسمع الصلاة على النبي. بارك الله فيكم. عليه الصلاة والسلام. واحد. حياك الله، حياك الله يا ابو غني. دلوقتي يا جماعة ابو الفساد جه دخلني في اللعبة، انا اللي ليا لا في الموضوع ولا في الطور ولا في الطحين، وموضوع لا ناقة لي فيها ولا جمل. ابو الفساد دخلني في الموضوع. دخلني ليه؟ انا اللي ليا علاقة بالتبرعات اللي انت بتعملها، ولا ليا قناة عشان اجمع تبرعات، ولا ليا في اي حاجة. حياك الله يا استاذ جمال، وحيا الله الاستاذ ايهاب. ولا ليا علاقة في اي حاجة نهائي. انا ماليش علاقة في اي حاجة نهائي. جيت دخلتني في قصة انا ماليش فيها، قلت ان انا جوزيف حنا. الفيديو ده اللي انت حذفته يا ابو الخبائث، يا كذاب، يا نصاب، يا واكل فلوس الزكاة، انا ايه علاقتي بالموضوع؟ الفيديو ده كنا عاملينه عندك في القناة، البث ده كان معمول عندك في القناة، كنا بنحذر الناس من جوزيف حنا. وانا طالع بنفسي بكلم الحاج سعود، بقول له ان جوزيف حنا ده اكيد باحتمال بنسبة 100% شخص مسلم داخل عايز يضحك على الناس، ينصب على الناس عشان يلم تبرعات. يبقى ازاي انا يا ابو الفساد يا ابو الخبائث انا جوزيف حنا؟ يعني انا بحذر الناس، ايهاب نفسه بيحذر الناس من جوزيف حنا، الدكتوره مريم بتحذر الناس من جوزيف حنا، محمد بسيوني بيحذر الناس من جوزيف حنا. يا ابو الخبائث انت حذفت الفيديو من عندك، البث حذفته من عندك، وجيت قلت ان اسامه المغربي هو جوزيف حنا. باي عقل تزن الامور؟ يعني انت راجل كذاب وبتقسم بالله كذب، وبتقول ان انا سائق تاكسي. انا قدمت بياناتي والناس عرفوا انا شغال ايه والكلام ده كله، واخد بالك، وفهموا كل حاجه. الاستاذ اسلام الفيومي طلع قال انك انت نصاب دولي. الراجل ده كان بيطلع معاك في قناتك، طلع قال انك انت نصاب دولي. نصاب دولي، فاهم معنى كلمة نصاب دولي يعني ايه يا ابو الفساد؟ انت نصاب دولي. وقال ان جوزيف حنا مش اسامة المغربي، واللي قال الكلام ده صديق، ورجع قال لا قال جوزيف حنا ده شخص سوداني. انت جيت دخلت قلت له تعالى لي خاص، وجيت كلمت الاستاذ ايهاب وقلت ان انا سوداني. طب دي لهجه واحد سوداني؟ هل دي لهجه واحد سوداني؟ جبت منين؟ وبعدين بتكذب. يعني انت منبع الخبث ومنبع الخبائث ومنبع الفساد ومنبع الكذب، انت منابع الكذب. بتقول ان مصدر مسؤول في وزاره الداخليه هو اللي قال لك ان انا سوداني. طب اذا كان ايهاب جالي مصر وجه مكتبي وجالي 3-4 مرات وبيت عندي ويعرفني معرفه شخصيه، يعني شخص كذاب وشخص محترم، ويعني شخص مش محترم، شخص كذاب. طيب البث ده كان موجود عندك، انت حذفته ليه؟ جيت قلت البث انا مش فاكر كنا بنتكلم في ايه. بتقول البث انا مش فاكر كنا بنتكلم في ايه، والبث حذفته عشان عرفت ايه يا كذاب يا نصاب.
انت حذفت البث عشان انا صديق لايهاب، عشان انا صديق لايهاب، عشان انا صديق لايهاب، فانت عايز توقع ايهاب. توقعه ازاي؟ اقرب المقربين ليه اسامه المغربي. يبقى اسامه المغربي ده نلبسه بدله جوزيف حنا، نلبسه بدله جوزيف حنا. طب انت اديك طلعت كذاب. شكلك ايه كده قدام المتابعين بتوعك وقدام الناس لما تكون كذاب وتقول سواق تاكسي، واطلع انا مش سواق تاكسي، واطلع انا مش محتاج. شكلك ايه؟ شكلك ايه؟ ليك عندي هديه يا ابو الفساد، ليك عندي هديه في اخر البث، ليك عندي هديه في الجون، وهتبقى مفاجاه للجميع ومفاجاه ليك انت كمان. ولو ما تلمتش حياك الله اخونا بلاك، ولو ما تلمتش يا ابو الفساد انا يعني هقول لك ايه، بتحرى عنك. والخيط موجود في ايدي وهجيب اخره. ابعد عن النت وابعد عن النصب وروح انصب في حته تانية. انت راجل نصاب وراجل محتال وراجل مش محترم. ابعد عن النت، سيب الدعوه لاهلها، سيب الدعوه لاهلها، سيب الدعوه لاهلها. انت راجل دخيل على الدعوه، راجل نصاب، راجل نصاب. فالفيديو ده، البث اللي اتعمل ده في قناتك وانت حذفت البث، واحنا كنا داخلين بنحذر من جوزيف حنا، وصوتي طالع بكلم الحاج سعود وبقول له الشخص ده اشك بنسبه 100% ان هو مسلم وبيدعي علشان يلم تبرعات. منين انا يا ابو الفساد؟ منين انا يا ابو الفساد جوزيف حنا؟ ومنين انا وايهاب والدكتوره مريم ومحمد بسيوني جايين عندك القناه بتاعتك وبنتكلم على جوزيف حنا وبنحذر منه؟ ازاي؟ ازاي؟ ازاي انا جوزيف حنا؟ انا بتكلم في اللي يخصني، ما اتكلمتش بقى عن النصب اللي انت عملته على الاماراتيه بحجه ان فساد عايز يعمل عمليه ولطشت منها 30,000. ابراهيم درويش السوري لطشت منه 50,000 بحجه عمل قسطره. القسطره دي يعني دي شكه في الفخذ، زي سلك بيمشي للقلب، محتاج دعامه بيحط دعامه، بيسحب السلك وبتطلع في نفس اليوم. ويوم ما تتنطط العمليه دي، هي مش عمليه اصلا، دي حاجه بسيطه يعني فتح خراج مؤلم، انما دي مش عمليه، دي مش عمليه. اللي بيعملها بيخرج في نفس اليوم. لما تقول للناس 70,000 باسعار 2023، العمليه دي لو انت عملتها في مستشفى النيل، النيل بدراوي او مصر الدولي او اي مستشفى ايا كانت وفندقه، مش هتتكلف حوالي من 15 ل 20,000. انت نصبت على الراجل وقلت له مراتي عيانه وهتعمل عمليه، الراجل من اخلاقه ومن طيبه قلبه قال لك انا هاجي لك وبيكون خير. معاك كام؟ 20,000. الكلام واضح ان هو هيساعدك، الكلام واضح ان هو هيساعدك. الراجل جالك من اخر الدنيا وجه ادالك، غير يورو وادالك 50,000 جنيه. وانت في البث اللي انا سمعته، انا متابع الموضوع من البدايه ومتابعه بعين يعني رجل الداخليه، حطك تحت الميكروسكوب. كل كلمه بتتقال انا حاططها، انا حاططها، انا حاططها في دماغي. الراجل انت جيت وقعت في الكلام بتقول لا ده جه يوم الاثنين، لا ده جه يوم الثلاث. انت جيت في البث اللي اتعمل تحت الهوا قلت انا مش فاكر جه يوم الاربع او يوم الخميس، عشان تعرف انك انت شخص كذاب، انك انت شخص كذاب، شخص كذاب، لان الكذب ملوش رجلين. البث انا سمعته، حتى الشيخ، حتى ابراهيم درويش لما طلع اتكلم قال لك ايه؟ قال لك ظهر الحق وزهق الباطل. قال لك اللي ربنا اجرى الحق. قلت له انت راجل وسخ، قلت له انت راجل وسخ. هل ده جزاء اللي يقف معاك يا ابو الفساد؟ الراجل جاي بيساعدك بالفلوس وادالك، وبعدين طلعت قلت لا انا مراتي عملت العمليه وما عملتش العمليه والكلام ده. وحصل بالظبط يا بلاك، حصل ان انا عملت وجبت كده ورقتين حطيتهم وبتاع والكلام ده كله، وطلع كلامك كده. جيت انكرت قلت العمليه ما اتعملتش، قلت العمليه ما اتعملتش. طب الفلوس فين؟ طالما العمليه ما اتعملتش رجع الفلوس،
رجع الفلوس لاصحابها. لا ده كل مره يطلع يقول لك ايه، لا اصل انا راجل على المعاش وباخد 2000 جنيه معاش ومفيش معايا. طب وديت الفلوس فين؟ هي دي الحجه؟ هي دي حجتك تنصب على الناس؟ برضه ابراهيم زهران بعت لك الفلوس 10,000 قال لك للناس الغيبه مش دعم للقناه. هشام زهران ايه هشام زهران. هشام زهران. الله يبارك فيك يا ابو غنيم. شغل التسجيل الثالث يا ابو غنيم. حي الله الاخوه جميعا، بارك الله فيكم. وبهدلني، ويا رب افضحوا على رؤوس الاشهاد، 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 ويا رب افضحوا على رؤوس الاشهاد. لا حول وقد كان شيخ خالد، وقد كان شيخ خالد، وقد كان شيخ خالد. ما كملتش يا اخي سبحان الله 48 ساعة. انا رجعت منهار. ما كملتش يا اخي سبحان الله 48 ساعة. ما كملتش يا اخي سبحان الله 48 ساعة. انا رجعت منهار. شايف يا ابو الفساد، الشيخ أسواني بيقول ايه؟ انت ظلمت الست وداخل تكذب ليه؟ الراجل قال لك خد 5000 جنيه ابعتهم لفلانه. ما تعملش فيها بقى شارلوك هولمز، ما تعمليش فيها ابن بيرنديلو، وداخل تتكلم على واحده ست غلبانه علشان تقول انا سمعت صوتها. واشغل التسجيل الثاني يا ابو غنيم اللي هو اللي فيه وهو بيتكلم عنها. دلوقتي هو مشعل الحرائق بالنسبة لي من أول نقطة. إيه هي النقطة الأولانية؟ أخونا هشام موجود معانا على الاستريم اهوت، على آسف على تحت أهو موجود على التكس، ويا رب إيه الكل يسمعني. أكبر صاحب لإيهاب فتحي هو أسامة المغربي. ما تسألونيش أنا عن أسامة المغربي، اسألوا أي حد عن أسامة المغربي. ماشي تمام. واحنا هنسمع كلامك يا ابو الفساد، وهنسأل راجل دين كان مسيحي وأسلم، الداعية جمال زكريا أرمانيوس. مين أسامة المغربي؟ من فضلك شغل التسجيل بتاع جمال الداعية الإسلامي جمال زكريا أرمانيوس. وهتعرف مين الكابتن أسامة المغربي يا ابو الفساد. إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام. أولا أنا بهدي إلى مجموعة المسيحية تسأل والإسلام يجيب، حوار إسلامي مسيحي محترم. على رأسهم فضيلة الدكتور إسحاق إدوار العلامة وأستاذ اليهوديات. الراجل ده ربنا يبارك له ويديله الصحة، هو في لندن دلوقتي وربنا يرجعهم 1000 مليون سلامة. راجل يعني في المناظرات ما فيش اخوه خالص، يعني بفضل الله ربنا يزيده من العلم وفضله وكرمه، اللهم امين يا رب العالمين. بجانب المساعد او ايده اليمين الدكتور الكابتن اسامه مغربي. كابتن اسامه مغربي بفضل الله انا وهو متعاونين مع بعض وشغالين بفضل الله بالنهض التنصير، واشتغلنا في حاجات كتير جدا، واخرهم الاخ دوت بفضل الله. او شوف ال 112 واحد في خلال شهر 21/3، ده رقم 112 شخص اتناقشنا معاه انا والكابتن اسامه بفضل توجيهات برضه الدكتور اسحاق ادوار. وكان كل خطوه بنخطوها
دكتور اسحاق ادوار كان بيتابع معانا، وهو برغم ان هو بعيد عننا. والكابتن اسامه كان هو يعني همزه الوصل اللي كان بين الدكتور اسحاق ادوار وكابتن اسامه وانا. وبفضل الله الحمد لله رب العالمين احنا مش نت بس ولا غرف المسيحيه، لا احنا بنشتغل على ارض الواقع جامد جدا، وبنسافر سوهاج وبنسافر اسيوط. وانا وكابتن اسامه رحنا اسكندريه اكثر من 3-4 مرات في عز البرد دوت، والحمد لله اتناقشنا مع ناس كتير. وفي اخت فاضله ان شاء الله في خلال 5-6 ايام هتيجي القاهره وتشهر اسلامها، وانا وكابتن اسامه شغالين معاها جامد. واخ برضه شاب منتهى الروعه وراجل ذكي جدا برضه شغالين معاها انا وكابتن اسامه. برغم سن ال 65 سنه، بس الحمد لله رب العالمين انا معايا شاب صغير كابتن اسامه في الثلاثينات، بس الحمد لله رب العالمين يعني بعتبره اخ محترم. الايام الاخيره بفضل الله عملت عمليه قلب مفتوح وغيرت شرايين، وعمليه مكتوب عليها الشديد بالخطوره. لا عملت عمليه قلب مفتوح وغيرت شرايين، وعمليه مكتوب عليها الشديد بالخطوره، بس برضه برغم كده انا بعافر وشغال والحمد لله رب العالمين. وبرضه الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، وشغالين الحمد لله. وانا بشكر المجموعه كلها برضه تاني على راسهم الدكتور اسحاق ادوار، كابتن اسامه مغربي، الدكتوره سحر، الدكتور احمد زكي، دكتوراه في العقيده الاسلاميه استاذه مروه جوده، استاذ محمد عطيه، استاذ اسلام الفيومي، الاستاذ بلاد سامي بشرى، الاخ سلطان، الاخ هطل، الاستاذ احمد المرغني، الاخت دوسه رغد، الاستاذ خليل المغربي، الاستاذ محمد عبد العيد، الاستاذ محمد طه، الاستاذ مصطفى محمد، الاخ اسامه علي، الاخ ابو مصطفى، الاخت نانسي، الاخ يوسف النيجار، الاخ عبد الرحمن ابن سعد. جزاهم الله عنا كل خير، ربنا يجازيهم الفردوس الاعلى ان شاء الله، ربنا يبارك لهم يا رب. بفضل الله الحمد لله شغالين بتوجيهات الدكتور اسحاق ادوار وانا وكابتن اسامه بفضل الله، ولغايه ان شاء الله ما ربنا يقبل وديعته هنفضل كده ان شاء الله. بس خافوا على القامات الناس الكبيره ديت، لان ديت ما تتعوضش ابدا، زي الدكتور اسحاق ادوار، زي كابتن اسامه، كل الناس اللي حابه ديت لازم نقف معاها وندعمهم، لان هم دول اللي سددنا دي العمدان اللي احنا سددنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابو الفساد بيقول مين الكابتن اسامه؟ ابو الفساد العربي المجهول، النصاب اللي بينصب على الناس، اللي بيدخل بيحتال عشان ياخد فلوس الزكاة. ادي يا اخوة جمال زكريا الداعية الاسلامي، جمال زكريا يعرفني كويس جدا، وبيقول ان احنا كنا الكلام ده كان في الشتاء على فكرة، كلام الفيديو ده في الشتاء بيتكلم، بيقول رحنا سوهاج، رحنا هنا هو، وعملنا لوجه الله تعالى ولا نتقاضى من احد شيء، ولا انا عندي قناه باخد بيها، وانا اصلا مش محتاج، انا بالنسبه لي مش محتاج، الحمد لله رب العالمين، ربنا غنينا بالحلال، ولو عشت في عمر 30 40 عمر تاني وما اشتغلتش مش محتاج، معايا اللي يكفيني ويكفي احفادي بفضل الله عز وجل. لما يطلع واحد زي ابو الفساد يقول ان انا بخش باسماء، وان انا جوزيف حنا، وان انا مش عارف ايه، ومين الكابتن اسامه المغربي؟ اديك انت عرفت بشهاده داعيه اسلامي معروف جمال زكريا ارمانيوس، قال لك مين الكابتن اسامه. بيطلع بيقول لك الكابتن مش سواق تاكسي يا ابو الفساد، مش سواق تاكسي زي ما انت قلت، واخد بالك؟ واحد زي ده ما يطلع يتكلم عني، لانه انا ده صديق شخصي على ارض الواقع، وانا اللي قلت له لما اتفاجئت بانك استدركته للقناه بتاعتك، هو داخل قناتك بحسن نيه، انا اللي نبهته، قلت له الشخص ده نصاب وكذاب وبيقسم بالله كذب، وبيشتغل اي حد بيدخل وبيشحت على حس اللي بيدخلوا عنده القناه، ما تدخلش عنده يا شيخ جمال. الشيخ جمال انا اللي نبهته
ان هو ما يدخلش عندك، عشان تكون فاهم. انا اللي نبهت الداعيه جمال زكريا ارمانيوس ان هو ما يدخلش عندك يا ابو الفساد، لانك انت بتستغل اي حد يدخل عندك، بتشحت على حسه. انت نصاب، انت راجل نصاب، عامل قناه للنصب وبتشوه الناس، مش مخلي حد في حاله، مش مخلي حد في حاله. انا لا ليا دعوه بيك. انا طلعت مره في البث ونبهنا وحذرنا من جوزيف حنا، فوجئت باني انا باخد تبرعات، واني مش عارف في بعمل ايه وبسوي ايه، ولقيتك ده. احكي لكم بقى على حاجه يا جماعه عشان تكونوا فاهمين هذا الشخص دماغه ايه. انا اللي فاهمه. الشخص ده عمل ايه يا جماعه؟ طبعا انت كده سمعتوا شهاده الداعيه الاسلامي جمال زكريا ارمانيوس ليا والدكتور اسحاق ادوارد، ربنا يا رب يشفيه ويرجعه لنا بالسلامه، اللهم امين، ويشفي كل مريض. الشخص ده بقى عمل ايه يا ابو الفساد؟ الشخص ده لما دخلنا القناه هو كان البث ده بس، وكان الحاج سعود كان موجود، الشيخ سعود كان موجود، وانتهينا من البث والكلام ده كله. فالراجل تفكير شيطاني، هو حذف البث علشان يقول اسامه المغربي هو جوزيف حنا. طب ليه ما يكونش انت جوزيف حنا؟ ليه ما يكونش محمد صرصور هو جوزيف حنا؟ انت متفق معاه. ليه محمد محمود صرصور؟ ليه ما يكونش هو؟ ليه ما يكونش انت متفق معاه عشان تلمه وتنصبه على الناس؟ ليه؟ انت اتهمتني، ازاي انت بتتهمني وانا في قناتك وانا داخل بحذر الناس من جوزيف حنا؟ باي حق انت بتقول انا؟ هل قدمت دليل؟ وبتقسم بالله بالكذب. انت كذاب وبتقسم بالله. وعلى فكره واقسمت وانكر برضه، واقسمت بالله للشيخ اسواني انك انت ما قلتش، مع ان الشيخ اسواني قال لا انت قلت الفلوس معاك، ورجعت في كلامك وكذبت. اذا انت كذاب. حتى الشيخ اسواني قالها بتاريخ، قال لك يبقى انا بقى كنت في رؤيه زي رؤيه يوحنا اللاهوتي. الشيخ سعيد برضه كذبته. انت ليك سوابق، انت ليك سوابق في النصب. اذا انت نصاب وكذاب وبتقسم بالله كذب، يبقى ما يتاخدش ليك يمين ابدا. واتهمتني بقى، هل قدمت دليل ان جوزيف حنا؟ لا. عرفت مين الكابتن اسامه المغربي؟ الحمد لله انك انت عرفت من داعيه مش مجروحه شهادته، انما انت راجل نصاب. الراجل ده عمل ايه بقى يا جماعه؟ الراجل ده نصاب وحب يلعب معايا لعبه. عمل ايه؟ لما لقى ان انا ماديا مستريح، وهو قال لك بقى لا ده بقى مش في الداخليه ولا ليه علاقه بالداخليه ولا بتاع، لا انا ايه، قالوا دراعه. بدا يهاجمني، يعمل منشورات نظام نسوان، شغل نسوان، شخصيه من نسوانه، عمال يلسن ويعمل منشورات عليا، على الاستاذ ايهاب، على الدكتوره مريم غبور بنفس الوضع. طبعا طالما ما ذكرش اسمي ماليش ان اتكلم. فجاه لقيته ذكر اسمي صراحه. قبليها قبل ما يذكر اسمي صراحه، قبليها لقيت في اتصال جالي واحد طالب $1000 بيقول لي انت ليك فضايح وهنفضحك ونعملك والكلام ده كله. انا عملت منشور في المجموعه، وعلى فكره كل المجموعات اللي بتنشر منشورات ابو الفساد العربي في الفيسبوك كلها بتاعتي انا. كل المنشورات اللي بتتنشر عن ابو الفساد العربي في الفيسبوك وقايمه بالدعايه عليه، ولله الحمد وبفضل الله والمنه وقعناه في الفيسبوك. بفضل الله وقعناه في الفيسبوك كل المجموعات. وفي مجموعه يا ابو الفساد معديه ال60,000 دي، انا ناوي ان انا احطها لك واظبطها لك وبصوتك وانشر لك فيها فضايحك ان شاء الله وباذن الله، ان شاء الله وباذن الله، لو ما بعدتش عن الانترنت. لو ما بعدتش عن الانترنت والله العظيم يا اخوه، ابو الفساد وقعته في الفيسبوك. طبعا بعدل الله احنا مش بنفتري على حد. المنشورات اللي بتطلع على ابو الفساد في الفيسبوك دي تبع مجموعتي انا، وانا اقسمت بالله ما هسيبك. وبعد العمليه وربنا ياخد بيدي واقف على رجلي، هجيبك وهنقعد مع بعض وهاخد حقي تالت ومتلت، وانا قاعد حاطط رجل على رجل وقاعد في الظل وانت واقف في الشمس، وهاخد حقي تالت ومتلت. لانك انت تعديت، مش تعديت عليا لوحدي، لا، اتعديت على اخويا الذي لم تلده امي ايهاب فتحي، اتعديت على الدكتوره مريم غبور، قعد يلسن عليها زي النسوان لانه تربيه فسحه، قعد يلسن عليها زي النسوان، والشيوخ جابوه وطلع اقل من الجزمه اعتذر لها. طلع اقل واعترف ان هو كان بيلسن عليها.
اعترف ان هو كان بيلسن عليها، اعترف ان هو كان بيلسن عليها زي النسوان، والجزمه كانت على بقه. شوف كل مره بكررها لك، والجزمه كانت على قفاه، والجزمه كانت على دماغه. واعتذر للدكتوره مريم غبور لانه كان بيشتغل شغل نسوان، عمال يلسن على الدكتوره مريم غبور. مالك ومالها؟ مالك ومالها؟ عامله لك ايه هي؟ مالك ومالها؟ ما تسيبها في حالها. برضه الست المهتديه اللي اسلمت على ايديها ام عمر، لما اتكلمت قالت ان هي من طرف الدكتوره مريم غبور، واللي قال لك الكلام ده الاستاذ هشام زهران. انت قلت له ابعت لي، وما قالكش ابعت، انت قلت له ابعت لي. في الاخر قلت له نصبايا، وقلت له اصل انا لما سمعت صوتها عرفت وعملت وبتاع والكلام ده كله، علشان ال 5000 انت ما طلبتهمش لانك انت خبيث. يجي يقول لك خلاص 5000 حطهم على اخواتهم العشره يدفوا بعض، واخد بالك؟ انما لا يحيق المكر السيء الا باهله. عمل ايه بقى الشخص ده؟ خلى واحد يتصل بيا بيهددني فضايح ومش فضايح. انا عملت منشور عندي في المجموعه الكبيره بالموضوع ده، عملت منشور، الكلام ده كان في شهر يناير. بعديها لقيت ابو الفساد عامل منشور وبيتكلم عني وعلى الاستاذ ايهاب وعلى الدكتوره مريم، عامل مشاكل حلوه يعني. فاذا هو اللي ورا الموضوع ده. طب انا اللي ليا علاقه بيك؟ حي الله الاستاذ ابراهيم درويش. يعني انت جيت عايز تنصب عليا نظام تهديد، وخليت واحد من بره اتصل بيا فضايح ومش فضايح. بعديها جيت عملت اللي انت عملته عندك في الصفحه بتاعتك في الفيس. طب استفدت ايه؟ انت بتقبل مال حرام، انت بتقبل مال حرام. هل ربنا هيبارك لك؟ يا اخي ده الانسان ما يضمنش حياته لحظه. ده انت رجل بره ورجل جوه يا ابو الفساد، انت رجل بره ورجل جوه. حد ضامن عمره؟ حياك الله يا باشا، حياك الله. بص يا استاذ ابراهيم، انا في كلمه عايز اكلمك فيها. انا متابع موضوعك من البدايه قدام الناس. في كلمتين هقولهم لك، الرجوله كلمه وتنفيذ. انا لو قاعده ولو كلمه طلعت من لساني يا استاذ ابراهيم انا هلتزم بيها. هات لي تليفون، هات لي مش تليفون، لا، هات لي رقم بطاقه هذا الشخص، او هات لي عنوانه. وعد مني امام الله هخلي ابو الفساد يجي يبوس الجزم والفلوس كلها تدفع. والعمل ده انا هعمله لوجه الله تعالى. والشخصيه دي هخليها تبعد عن الانترنت تماما. الشخصيه الزباله دي هخليها تبعد عن الانترنت تماما، قسما بمن رفع السماء بلا عمد، وحياه رحمه امي اللي هي في دار حق واحنا في دار باطل، انك يا ابو الفساد ما هتاخد في ايدي غلوه. واعرفك انا ايه. مش انت لا يجوز الحلف بغير الله، لا يجوز الحلف بغيره. مفيش حاجه اسمها ماشي رحمه يا ابو امي، غنيم. في حاجه ماشي، لا اسمها رحمه بالله. ربنا دي رحمه ربنا، ما رحمه اقولش امي رحمه من رحمه امي الله. لان الواو دي واو القسم. طب قلت لك تمام، انا مرهق نتعلم منك يا جدا. شيخ. انا قلت لك انا مرهق ومهنج على الاخر، مش قادر ما فيش خالص، مشكله يا ابو مش غنيم. قادر اخد ماشي نفسي حتى. ماشي منك نتعلم قلت يا لك باشا. قبل البث مش عايز اشارك لاني حبيبي انا ماشي. مش قادر اخد نفسي. عارف يعني ايه الله مش يكون قادر في اخد عونك، نفسي؟ ربنا يقويك، ربنا الله يقويك. يبارك لك يا المهم رب، الله يبارك لك يا رب. المهم انا حلفتم، بتكلم قال صلى معاكم الله يا عليه وسلم جماعه. اذا حلفتم فاحلفوا بالله. ماشي قال يا من ابو حلف غنيم. بغير الله كفر. فالحلف بالله والحلف عباده، الحلف عباده لله سبحانه وتعالى. الله يبارك لك. ما فيش مشكله، ما فيش مشكله، والف الف سلامه. انا عارف انك انت تعبان. فالمهم، وحق لا اله الا الله محمد رسول الله، لو رقم بطاقته وعنوانه يتجاب وسجلوا لي الكلام ده، انا هتعامل معاه واتصرف معاه وبالقانون، وبالقانون، وهجيب لكل واحد حقه اللي هو غلط فيه واساء ليه ونصب عليه، وخلي الحقوق هترجع لاهلها، والاجر من عند الله عز وجل. وانا اقسمت، وسجلوا عليا الكلام ده يا جماعه، سجلوا عليا الكلام ده يا جماعه، سجلوا عليا الكلام ده. انك يا ابو الفساد هتكون عبره لكل نصاب محتال بيتاجر بدين الله، بيتاجر بدين الله. انت تاجرت بدين الله ولعبت بدين الله، فتستاهل اللي يحصل لك. في بقى نقطه تانية يا جماعه، دي هتكون هديه مني لابو الفساد العربي. ابو الفساد العربي، انا عارف انك انت موجود وسامع. انت كنت عايش على معونة الحكومة الألمانية اللي كانت بتيجي لعيالك في ألمانيا. يعني حتى لما كنت في ألمانيا كنت انتظر عواطلجي.
انتظر، دي القنبلة بتاعت نهاية البث، مش دي القنبلة بتاعت نهاية البث؟ بالظبط كده. بس انت هترمي القنبلة لكن مفيش تفاصيل، الكلام عندي كده. لا خلي مفيش بالك، تفاصيل دلوقتي، التفاصيل بس بعدين. استحملني، واخد انا بالك؟ بنطق، انا بتكلم بالعافية، خلي بالك. انا واخد بالي، بس في كلمة أخيرة بقى ترمي عايزك ايه. قنبلة لكن التفاصيل لا. لا التفاصيل لا. ده كان راجل يبارك لك يا رب. عايش عاطل في ألمانيا. اسألكم الدعاء يا اخوة، اسألكم الدعاء. ماشي، ربنا يا رب اتفضل. يشفيك يا ابراهيم ويقويك. الراجل ده كان عايش على المعونة اللي هي بتاعت المعونة بتاعت الحكومة الألمانية اللي كانت بتيجي لعياله. حتى لما كان في ألمانيا كان عاطل، شغل برضه تبرعات وبتاع، الحكومة بتتبرع له ان هو ياكل. واخدين بالكم؟ دي المفاجأة بتاعتك، دي المفاجأة بتاعتك. ولو ما تلمتش يا ابو الفساد، انت عارف اللي فيها، انت عارف اللي فيها، انت عارف اللي فيها. استاذنك يا ابو غنيم نختم البث على كده. بس في جزئيه اخيره عايزك تشغل لي كلام الشيخ اسواني، لان هو اساء لام عمر، ام عمر الغلبانه المسكينه، لما هو اتهمها باطل علشان يوقع الدكتوره مريم، وهاجمني انا عشان يوقع ايهاب. ربنا قلبها عليه. لا يحيق المكر السيء الا باهله. ده بالنسبه لي كده هيكون اخر بس، الا اذا جد في الامور امور. واخد بالك؟ وموضوع المانيا ده هيبقى مفاجاه الموسم يا ابو الفساد. ويا اما تبعد عن الانترنت وترجع للناس حقوق، او تعتذر لكل شخص انت اسأت ليه، يا اما انا مش هسيبك، قسما بالله العظيم ما هسيبك. بس كده. اتفضل يا ابو غنيم، شغل لنا كده هو كلام الشيخ اسواني وهو بيتكلم عن ويا رب افضحوا على رؤوس الاشهاد. هزقني وبهدلني، ويا رب افضحوا على رؤوس الاشهاد. هزقني وبهدلني، ويا رب افضحوا على رؤوس الاشهاد. 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 لا حول. وقد كان يا شيخ خالد، وقد كان يا شيخ خالد، وقد كان يا شيخ خالد. ما كملتش يا اخي، سبحان الله 48 ساعة. انا رجعت منهار. ما كملتش يا اخي، سبحان الله 48 ساعة. ما كملتش يا اخي، سبحان الله 48 ساعة. انا رجعت منهار. ابو غنيم بعد اذنك بقى اخر حاجه، في صوره انا كنت بعتها لك عايزك تنزلها بعد اذنك. هو ما يصحش بس انا اللي بطلب منك تنزلها من فضلك. دي اخر حاجه بعد اذنك. حي الله الجميع، بارك الله فيكم جميعا يا جماعه، بارك الله فيكم وحياكم الله. بعد اذنك يا ابو غنيم، في صوره انا كنت بعتها لك، يا ريت تحطها بعد اذنك. بارك الله فيك. دي اخر حاجه. بصوا يا جماعه، ابو الفساد جاي بيتكلم بيقول ان انا باخد، ان انا جوزيف حنا وباخد تبرعات ومش عارف ايه وكلام فاضي. يا ابو الفساد، انا معلش انا اسف يعني، وما كانش المفروض ان الصوره دي تنزل، لكن انا حبيت انزلها لان ده مقامك. انا كاتب الورقه دي على اوسخ ورقه وبتاكل من الزباله، قال الكلمه دي، فده انسان مش محترم. الصوره اللي ظهرت من شويه دي، ده كوتشي انا بشتريه ثمنه $52، كان عليه تخفيض $35 بما يعادل 1400 جنيه مصري. يعني انا لما بلبس كوتشي بجيبه ثمنه ما يقلش عن 1400 جنيه او 1500. فانا مش محتاج يا ابو الفساد ان انا ادخل اقول لواحد انا كنت مسلم وانا باكل من الزباله وانا سواق تاكسي وانا بتكلم انجليزي بطلاقه زي ما بتكلم عربي، وربنا جعلني سبب في اسلام ناس كتير. الداعيه جمال زكريا اتكلم عني، الداعيه جمال زكريا صديق شخصي، دخلت بيته لما انت جيت قلت ان انا من السودان، الراجل قابلته واتكلمت معاه، حكيت له، راح عمل بس قال لا ده مصري وابا عن جد، وانا قلت اما عن ام، وقعدنا نضحك ونهار لانه صديق شخصي. وبعديها لما طلع عندك في القناه انا اللي نبهت الداعيه جمال زكريا وقلت له ما تطلعش عند هذا الشخص لان هذا الشخص نصاب، واي حد بيطلع عنده القناه بيشحت على حسه. فخدها من قصرها ويرحل بعيد عن الفيس وبعيد عن البلتوك وبعيد عن اليوتيوب.
انت على الدعوه وراجل نصاب. لما واحد 15,000 جنيه يا راجل بتشيل الراجل تمن اقامتك انت ومراتك وبنتك وابنك على حسابه، ووقعت في الكلام بتقول انا مش فاكر جه يوم الاربعاء او الخميس واحد يقعد يومين يدفع 15,000 جنيه، وبعدين الفاكهه 3 اصناف والمش عارف ايه، وطلع تقول النبي اوصانا باكرام الضيف. اكرام الضيف تشيل الراجل 15,000 جنيه في يومين وجاي عشانك يا نصاب يا واطي. مش فاهم انا ايه ده، ايه اللي انت بتعمله ده؟ اكرام الضيف تشيله الليله وانت واخد الليله ب 250 جنيه؟ لا 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 لا، انت بصراحه يعني شخصيه سيئه من اسوأ الشخصيات اللي قابلتها. وعمري اقسم بالله عمري في حياتي ما قابلت حد بنفس النوعيه بتاعتك، شخص نصاب وخبيث ولئيم. نسال الله السلامه والعافيه. خلاص انا كده نهيت كده يا ابو رنيم، بارك الله فيك. وان شاء الله باذن الله لو قدرتوا تجيبوا لي رقم تليفون هذا رقم بطاقه هذا الشخص او عنوانه، ادوا لابو رنيم. وعد مني امام الله، ورجوله كلمه وتنفيذ. حياك الله استاذه ايمان، بارك الله فيك. انا عارف انك انت تعبت في الموضوع ده واتضايقتي ونفسيا تعبانه ان كنتوا بتمدوا ايديكم لشخص ما يستاهلش، واخدين بالكم؟ هو بيقول مين الكابتن اسامه. عموما انا هعرفك مين الكابتن اسامه، والعواطلجيه اللي قاعدين عندك الاثنين انا هعرفكم انا ايه. بعد اذنكم يا جماعه لو قدرتوا تجيبوا رقم بطاقته او عنوانه، بس ده اللي انا عاوزه. وعد مني امام الله، وهقرر قسمي بعد كده هختم. وحق لا اله الا الله محمد رسول الله، حق كل واحد الراجل ده اساء ليه بالقول او بالفعل او نصب عليه، هيرجع تالت ومتلت وهيجي يبوس الجزم، والجزمه هتكون على دماغه وعلى رقبته، واخدين بالكم؟ وهمنعه ان هو يدخل الانترنت نهائي. بس انا محتاج رقم بطاقته او عنوان. انا عشان تعبان طبعا داخل على عمليه وكده، هو فصعب ان انا لو حطيته في دماغي انا هجيبه. فشكرا يا ابو رنيم، انا عارف انك انت تعبت معانا، ربنا يا رب يبارك لك. وحيا الله كل الاخوه والاخوات الموجودين، ونسال الله السلامه والعافيه، وربنا يشل اركانك يا ابو الفساد العربي. اسال الله عز وجل ان ربنا يشل اركانك، اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسال الله جل وعلا له الهدايه، وان لم يكن في علم الغيب عنده لهذا الشخص هدايه، ان تناله كل دعوات المظالم الذين دعوا عليه بحق. اعتذر للاخوه جميعا، انا اصلا النهارده بسوق وبكون مرهق جدا جدا، في حاله اعياء شديده جدا. فان شاء الله اما بالنسبه للاسم والعنوان اطمنوا وابشروا، والله العظيم هاتهم والله هاتهم. اديني بص يا ابو رنيم، اديني الحاجات دي ووعد مني في خلال شهرين ل3 شهور، اقسم بالله العظيم، اقسم لا اخليه يجي يبوس الجزم وتعلن، وهذا العمل لوجه الله تعالى. واعرفك مين الكابتن اسامه المغربي يا ابو الفساد، وتعلن انت وعيالك ان شاء الله باذن الله. وهشام زهران موجوده، ويا هشام حقك ان شاء الله هيجي. ما حدش بيتكلم على فلوس هشام زهران، سبحان الله. لا حقه موجود، 15,000 جنيه رجع منهم يا عيني كام؟ 7، باقي 8. فطبعا عشان 8 ظهر بعد كده نصب عليه فلوس زكاه، ظهر 50,000، وبعد كده 30,000 كمان بتوع الاماراتيه، عمليه فساد. وامبارح اسلام الفيومي صرح ب75,000 كانت في معقوله يا ابو رنيم؟ والله اسلام الفيومي معقوله؟ طب ما توضح للناس ايه الموضوع ده. وضح ان شاء الله، نخلي اسلام يطلع ويجيب الشخص. كانت في الطريق وكانت رايحه له لولا البسات، لولا هذه 75,000 تاني. يا سلام عليك يا ابو الفساد. كانت رايحه في الطريق 75,000 لولا الرجل سمع البسات وسمع بتاع، فسأل واستفسر، تبين طبعا الصوره، فالحمد لله توقف الامر. فعشان يعرف الجميع ان كانت فيه 75,000 البسات دي خير. معلش والله انا مجهد جدا. البسات دي خير يا جماعه، البسات دي خير. شوفوا انقذت 75,000. كانت ماشيه وراحه في الطريق لابو عماد، ولا حول ولا قوه الا 75,000. طبعا غير ال 30 مليون دول لو كان الطريق بتاعهم اتفتح وتشاف طريق، خلي بالك كان برضه هيشوف طريق. مصيبه، كانت تبقى مصيبه دي. كان هيشوف نصابين ويشوف هيئه ويشوف رسميات 30 مليون يعني.
يعني لو هو عايش صرف عاطل مليون زي ما اتنين كان عايش في المانيا على المعونه اللي بتيجي لعياله. مافيا عاطل. خلي موضوع المانيا ده مفاجاه. ماشي حاضر يا ابو نيم، حاضر. انا بس بالله عليك ما تنساش البيانات بتاعته تجيبها لي. انا بقول لك اديني ربنا من يبارك شهر فيك يا ونص دكتور. ل3 شهور، وعد مني الراجل ده هخليه يجي يبوس الجزم، وهيعرف مين اللي بيتعامل معاه، وكل واحد وواحده اساء ليها وغلط هخليه يجي يبوس جزمتها، وهيرجع الفلوس والجزمه على أبشروا رقبته. بكل المعلومات وأكثر من المعلومات. أبشروا. عسل قوي. هاتها لي إن شاء الله بإذن الله. هاتها لي وانا هتعامل معاه. خلاص إن شاء الله. تمام. سلمها لله، سلمها لله. يلا السلام عليكم يا جماعه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والف سلامه ليك يا ابراهيم. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.